اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده بقى الفيديو بتاعنا ضرب نار. النهارده هعمل عزومه زي ما اتفقت معاكم. جايلي بنت اختي وخطيبها، وجايلي معاهم اخواتها ومش عارفه ايه. وقلت بقى ايه، استغل الفرصه ان انا من العزومه دي اعمل بالمره 5 عزومات. تخيلوا، يعني من عزومه واحده عملت 5 عزومات. انا كان ممكن ان انا اعمل اكل بسيط وحاجة بسيطة كده وأقدمها ليهم، لأن هم يعني بنات وشباب وكده وأكلتهم ضعيفة. لكن أنا قلت إيه بقى، لأ، أنا وقتي ضيق، رمضان بيخلص، داخلين على 10 الأواخر. فقلت خلاص، واجي اعزمهم هيقولوا لي مش هنقدر نخرج من البيت وكلام من ده. فقلت ايه، هعمل اكل مرة واحدة يكفي. ابعت لاخت جوزي، لانها برضو بعتالي وبتعزمني على طول. ابعت لاخت جوزي وابعت لاختي وابعت كمان لجارتي. يبقى انا عملت اكل لاخت جوزي واختي وجارتي وبيتي وولاد اختي وخطيبها وكده. يبقى احنا كده عملنا 5 بيوت في عزومة واحدة. نفس المجهود، نفس الاستهلاك، لكن بوفر كتير جدا جدا جدا. بوفر وقت، بوفر في المجهود، برضو بوفر في الخامات، بوفر في ان انا بدل ما هاكل بيتي من نفس الاكل 5 مرات، انا اكلته مرة واحدة. فده وفر لي كتير جدا جدا جدا. فاهمين الفكرة؟ فاللي حصل ان انا زودت الكميات. يعني عملت مثلا ايه، 5 فرخات، عملت كيلو بفتيك، عملت كيلو لحمة اللي هي بيت اللوح دي شرايح، وعملت محشي كرنب وورق عنب واللهم بارك، وجلاش باللحمة المفرومة، وسمبوسك زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، وحلويات. عملت كنافة بالمانجا، وعملت، وهم كمان كانوا جايبين معاهم حلويات وهم جايين. وعملت عصاير بقى، عملت عصير فراولة باللبن. عايزة اقول لكم العزومة كانت حلوة وخفيفة. جيت بقى طبعا انا المهم عندي ان انا اتبل التتبيلات دي. الفراخ جبتها على بيات، وعملت ايه، نضفتها وجهزتها ونقعتها في محلول النقع بتاعي اللي انتوا عارفينه، اللي هو ملح وسكر وطماطميتين وجنزبيل وشوية من بهارات الفراخ. وبعدين ترتيب العزومة طبعا انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا بجيب كل المشتريات بتبقى عندي في البيت الاول، وبعدين ابدا اجهز بقى. ساعة السحور انا غسلت الفراخ وقطعت الكرنبة وسلقتها. لا، قطعتها بس مسلقتهاش، وخلاص كده ونمت. ده كان يوم، يعني كده ايه، كده انا قضيت اللي هو ليلة الايه، ليلة العزومة. بعد كده قمت من النوم حوالي الساعة مثلا 8. بدأت بقى أسلق الكرنب وأجهز الفراخ، أغسلها كويس في المحلول النقع، وأجهز الخلطة بتاعتها وأحطها في التتبيلة. عملت لها خلطة جبت اللي هو بهارات ويلز اللي هي الفراخ المشوية في الفرن، وجبت كمان ملح وفلفل اسود وورق لورا وبصل وليمون وخل. وقمت ايه، حطاهم على الفراخ ودعكهم ومعلقه زيت كويس جدا، وسبتها مع نفسها تتبل. واهم حاجه في التتبيلات الزبادي. حطيت في تتبيله الفراخ حوالي 4 علب زبادي، لان الكميه اللهم بارك كبيره. وكمان بقى بعمل دلوقتي وبحط كمان شويه خضره مشكله بيدوا تست كده وطعم حلو في التتبيل. دلوقتي بقى وطماطم طبعا وفلفل اخضر. هنا بقى بعمل تتبيلة اللحمة. طبعا هي بتفرق عن تتبيلة الفراخ عشان بهارات الفراخ. فعملت برضو طماطم وفلفل أخضر وفلفل أسود وبهارات لحمة و وملح ومعلقتين زيت وشوية خضرة مشكلة تتفعص كده جوه الكبة، ما تبانش بس يبان التست بتاعها، وما نكترش منها. وحطيت بقى الخل كمان لانه بيسوي الانسجه. الكلام ده كله كان الصبح. فتبلت بقى البفتيك
كمان اهوت والفراخ، وسبت كل حاجة بقى في التتبيلة بتاعتها. وبعدين بدأت اجهز الايه اللي هو المحشي. اهم حاجة في التتبيلات يا جماعة ان انتوا تدعكوا التتبيلة في الفراخ واللحمة كويس علشان تتشرب كده، وتقعدوها شوية. يعني لو على بيات يبقى افضل. واهم حاجة بتتحط في التتبيلات كلها زي ما قلت لكم سواء لحمة ولا فراخ الزبادي. الزبادي بيطري الأنسجة ورخيص مش غالي وحلو. فالزبادي بيخلي الحاجة حتى لو هتشويها طرية وحلوة جوسي. تمام. هنا بقى بتبل كمان اللحمة بتاعت بيت اللوح. بس دي الشرايح دي انا عملتها لينا في يوم تاني، يعني شلتها في التلاجة وعملت انا البفتيك والفراخ دي كلحوم. وجبت 2 كيلو مفروم، ما هو 5 عزومات بقى، وحطيت عليهم بصل وفلفل الوان وملح وشوية خضرة برضو شبت، وسويتهم كده على النار. وطبعا قبل ما اعمل كل ده ضربت كمية بصل كبيرة، اللي عملت منه عملت واللي اتبقى. تجهيزات مهمة هنا بقى، كنت جايبة كريم شانتيه علشان عايزة اعمل كنافة بالمانجا. وكان عندي وحدتين مانجا، والكنافة حمرتها على البوتاجاز شوية ما اسعفتنيش، دخلتها الفرن احمرت وبقت زي الفل. هنا بعمل الكاسترد الباكو ده على حوالي لتر لبن، وبقلب اقلب اقلب، احط فانيليا، احط سكر بسيط عشان هعمل منه هحطه على الكريمة. هنا بقى بدأت قلت ايه وانا بعمل الكنافة كده واسخن الفرن، هدخل الفراخ تتشوي. وعملت بقى ايه الكنافة محمرة قدامكم اهي. المفروض ان انا عملت صينية هوديها لاخت جوزي، وصينية تانية كبيرة هتبقى معانا هنا، والباقيين بقى انا هوديلهم ايه يعني زي طبق كده او حاجة. الكنافة بقى بتتكعور كده في بعضها، فلازم تفركيها كويس جدا جدا قبل ما تستخدميها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنا كل حاجة جاهزة، حشيت المحشي وتبلت التوابل والدنيا كلها جاهزة وجميلة. بدأت بقى أعمل الصينية الأولانية دي بتاعت أخت جوزي اللي هوديها لها بعتها لها. وبعدين أحط بقى شربات وأقلب أقلب أقلب أقلب. وبعدين أحط طبقة من الكريمة وطبقة من اللي هي الكريمة الكدابة، وأحط كمان كنافة وأحط مانجا وأحط وهكذا زي ما هتشوفوا كده. عايزاكم يا جماعة تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي كده ايه تجربتكم في العزايم، بترتبوا لها ازاي، بتعملوا لها ايه. وعايزة رأيكم ضروري ضروري في فكرة العزومة اللي ب5 عزومات دي. فكرة عزومة ب5 عزومات. طبعا انا يعني انا بعت لهم الاكل، بس انا كنت عزمتهم وقالوا ما عندناش وقت، فاهميني؟ فهم ما عندهمش وقت وانا ما عنديش وقت، فكده كويس قوي قوي. يبقى انا مني عزمتهم، هم طبعا انا بفضل ان هم كانوا يجوا عندي البيت وينوروني ويشرفوني، لكن وقتهم الضيق ووقتي الضيق هو اللي عمل ده. فعشان كده كانت فكرة ممتازة وناجحة وجميلة جدا جدا جدا. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. طبعا حتى انتي لو مثلا مش هتودي البيت بقى وهم هيجوا، ممكن تجهزي ل5 عزومات في عزومة واحدة، بس ما تسويش اللي على قد كل عزومة، فاهمين؟ يعني اختصروا الوقت على نفسكم، ما يبقاش ايه الدنيا يعني ضياع وقت في ضياع المجهود ده. تخيلي لما انتي تعمليه 5 مرات، هيتعمل 5 مرات المجهود ده. شايفين بقى شكل البتاع يفرح ازاي؟ حطيتها بقى في التلاجة علشان تسقع كده وتبقى جميلة. رحت بقى على السفرة عشان اجهز الجلاش والسمبوسة، لفتها عملتها باللحمة المفرومة والجبنة الميكس والشبت، كانت حلوة حلوة حلوة. لان انا بعد كده هقسم بقى الحاجات دي في اطباق كده واشوف الدنيا فيها ايه. فطبعا الجلاش انا ما بحطش على كل طبقة سمنة وكده، لا انا بعمل الطبق ده فيه سمنة وفيه لبن وبخلطهم على بعض واحط عليه ملح وبتاع، وبعدين بحطه كده مرة واحدة ومقطع كل ده هينزل مع بعضه، فاهميني طبعا. يبقى كده كمان الجلاش جاهز عندي،
قلت بالمرة اتبقى شوية دول هعملهم للقطايف واشيلهم في الفريزر، مش وقتها قطايف. تمام. فحشيتهم كده برضو، شلتهم في كيس وحطيتهم فين؟ في الفريزر. كل ده يعني وقت ومجهود بيتوفر عليك. شكل الحاجة يفرح. وجبت الفراولة كمان وعملتها، وحمرت كمان الفراخ، حطيتها في الفرن، خدت وقتها. وولعت بقى ايه على المحشي. كنا هنا بعد العصر، وعملت الايه المكرونة بشاميل كمان، صينية صغيرة هبعتها لأخت جوزي، وصينية تانية هقسم منها. هنا كمان جبت البقسماط وبدأت أعمل البفتيك. البفتيك لازم، البفتيك أهم حاجة. البفتيك فاكرين الجملة دي في فيلم أم العروسة؟ اللي فاكرها يقولي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان يوم متعب، يوم شاق، وبصراحة تعبت جدا جدا أنا وبنتي في اليوم ده، لكن أنجزنا وساعدنا بعض. وبقت هي مثلا تغسل مواعين، أنا أغسل مواعين، عشان ما نكومش على نفسنا، ونجهز الدنيا كده برواقة. هنا بقى خلاص أنا بغرف أهو، بحط هنا عشان أبدأ أحط في العلب اللي هبعتها. مجهزة العلب، علب شيك شكلها حلو، هبعت فيها. واهو ادي علبة من العلب اهي يا جماعة، حاطة فيها سمبوسك، وهوريكم كده عينات يعني. وده الطبق بقى بتاع الناس اللي موجودين هنا، لان في ناس جولي البيت. وطبق الخضار ده برضو قسمت منه، حلو ازاي. ودي علبة تانية اهيت فيها الاكل بتاع اخت جوزي، ودي مكرونة بشاميل، عشان تبقوا عارفين بس ان انا في مصداقية معاكم. وهنا الجلاش اهوت، وهنا برضو حطيته في علبة اهو، اهي دي علبة. فقسمت كده بقى علب، وقسمت سفرة. بس انا طبعا معرفتش اصور لكم عشان الناس كانت جات، وده احراج وكده. ف ورق كل واحد خد من كل حاجة. عملت بقى للموجودين عندي اطباق، طبق فيه المقبلات، وطبق المحشي كده يتحط ايه كده. ده الطبق بقى اللي هيتحط على السفرة للكل اهوت. ده بعد ما وزعته كده جهزته. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، وبحبكم جدا، ويا ريت اللايك والشير. مع السلامة. عايزة رأيكم في العزومة، ما تنسوش.